ثم السيارة عطبت فأعطيت سيارة هي هذه السيارة موضوع كلامنا الآن، والتي لا زالت بحوزتي، وأصبحت السيارة تحت تصرفي وهي إحدى سيارات عديدة لا أكون مبالغا إنما قلت تفوق المئات، جاءت من دولة قطر ومن دولة الإمارات أثناء الحرب في كل أنحاء ليبيا من الجبل الغربي حتى طبرق. وأصبحت السيارة لدي، وأصبح عندي فيها رسالة من المكتب التنفيذي قسم الإعلام للتجول بها لأنها كانت بدون أرقام. لما انحل المكتب التنفيذي وجاءت حكومة السيد الكيب تحصلت على إذن أيضا بالتجول بها من أخي مصطفى الساجزلي بناء على طلبي، لأنه أصبح يوقف فيه في البوابات بدون أرقام. إلى أن ليلة كنا في لقاء وطني عند أحد الآباء المؤسسين المعارضة الليبية، أقصد به السيد نوري رمضان كيف شفاه الله، كان معي على ما أذكر الأستاذ كريم البرعصي، الأستاذ مفتاح الطيار، الأستاذ السنسي كويدير، على الأستاذ خليفة البكوش على ما أظن، الأستاذ توفيق بن جميعة. وكلمني ابن أخي قال لي يا عمي في نقيب من كتيبة اسمه أشرف الغويل يريد أن يسحب السيارة من أمام المطعم الذي كان يتعشى فيه في أصدقائه. فذهب بي سيد مفتاح الطيار وهو حي يرزق والأستاذ كريم البرعصي في سيارته. ذهبنا ونزلت وجدت النقيب أشرف الغويل وتعرفت عليه، واقتادني أنا والسيارة إلى كتيبة يرأسها السيد أبو بكر فلاق. بعد أن عرفوا بأن هذه السيارة لي واتصلت بالسيد مصطفى الساجزلي لأنه كان في ذلك الوقت قبل أن يدخل في هيئة المحاربين، هو أحد قيادات كتيبة 17 فبراير، واتصل بأبو بكر وأعلن عن انتظاره ووقعوني على تعهد لا تزال نسخته موجودة في هذه الكتيبة بأنه إما أن أسلم السيارة أو أن أعمل لها أرقام وكتيب. سألت من هم أصحاب فقالوا لي بأنه علي الاتصال بالقطريين لأن السيارات هذه كلها القطريين كانوا يجيبوا فيهم بالسيارات بالطائرات العسكرية ولا توجد لهم لا كتيبات ولا أوراق. ذهبت إلى فندق تبستي كان مقر إقامة القوات القطرية بدون أن أعرفه ولا زلت حتى اسمه لا أذكره حتى الآن. دخلت عليه سلمت عليه وقلت له بالحرف الواحد سيارتك امتعت أخذتها أيام ما ولا زالت عندي، من فضلك تبلغ قيادتك إما أن تأخذوها أو تجيبوا لنا أوراقها. وإذا كان لما علم محمد بن علي العطية بأن هذه السيارة هي الآن تحت تصرفي قال لهم اهدوها عليه واتصل بي حتى بالتليفون. أخذت هذه الرسالة برسالة اللي كما قرأتموها هدية من محمد بن علي عطية وذهبت بها إلى سيارتي ودفعت المصاريف اللي عليها وسجلتها باسمي. هذه هي قصة السيارة. نأتي الآن أكرر لو كنت أريد لما كلمني حمد بن عطية حتى يبين لو كان لي غرض آخر معه لكنت طلبت منه أقول له من فضلك غير من بيشترع فيها اسمي بسهولة. لا أريد أن أكرر الآن، أريد أن أقول لكم شيء آخر. أنا منذ التحرير وموجودة مكتوبة في ملفي للنزاهة وشيء لم أخفيه قلته على الأقل 3 مرات، أقول المرات التي أذكرها جيدا في فضائيات مختلفة، بأني علاقتي مع دولة قطر منذ 1998 وحمد بن علي العطية نعرف شخصيا من نوفمبر 1998 وعلاقة شخصية وصداقة تربطني بأهل قطر من طعس العديد حدودهم مع السعودية لعند مركز الزبارة
ومن روضة راشد إلى أم العمد نعرف قطر كما نعرف ليبيا، بل كما نعرف برقة في ليبيا بقبائلها بمشايخهم بأسرتهم. ثم زاد هذه العلاقة ولم أنكرها أيضا في يوم من الأيام. سنة 2000 أصبحت مستشار سياسي في الدائرة السياسية بالديوان الأمير القطري، واشتغلت معهم من سنة 2000 وتركت العمل في 2006. ومنذ 2006 وأنا أشتغل كمحلل استراتيجي مع كثير من مراكز الأبحاث في دول الخليج والهيئات في الخليج. يطلب مني أي ورقة سياسية أو تقييم كما يسموه ريسك أنالايز، تحليل مخاطر، وأبعثها، وهذا الذي أعيش به لأن من الله علينا سبحانه وتعالى وجئنا إلى ليبيا. وبالتالي كنت أتمنى على الليبيين أن يسألوا الأخ الذي أتى بهذه الورقة وعملها سكانينج وحطها، يقولوا له ليش حطيتها الآن بعد ليلة من كلام صالح جعودة، ويسألوه من أين حصلت على هذه الورقة، لأن هذه الورقة إما أن يكون عطيها صالح جعودة أو حمد العطية أو الدولة الليبية من أرشيف الدولة الليبية وزارة المواصلات. يعني على الإنسان قبل أن يسرع ويتهم بصالح جعودة أو غير صالح جعودة، وعلينا أن نتعلم من مثل هذه القصص. الذي أحزنني أكثر هو مع احترامي الكامل للسيد عبد الرحمن شرقة، أنا منذ 1970 وأنا ضد العقيد القذافي، والسيد عبد الرحمن شرقة منذ 1970 حتى مارس 2011 وهو مع العقيد القذافي. وهو مع العقيد القذافي ليس عاديا، مش موظف، هو كان رئيس الدبلوماسية للعقيد القذافي، سفيرا في إيطاليا، ثم وزيرا للخارجية، ثم سفيرا لليبيا في الأمم المتحدة. وهذا شأنه وقناعاته كما قادتني قناعاتي وكثير من أهل ليبيا، بعضنا من لاقى وجه ربه وبعضنا ما ينتظر. هو وأقرانه قادتهم هذه القناعة، وانضم إلينا في مارس أن حتى في شرع الله هناك السابقون وأصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال، اللهم لا تجعلنا وإياكم من أصحاب الشمال. في أن تؤخذ مجرد أن أوضع في كفة واحدة، الحقيقة أحزنني كثيرا لأني عرفت بأن قومي لا يقدرون ولا يعطون للرجال منازلهم، والأمة التي لا تعيش هي التي تفقد ذاكرتها بسرعة. ومن هنا خوفي على ثورة فبراير كلها وليس على هذا الموقف. الشيء الآخر هو أن كان قبلها بليلة على صفحة أخرى كنت عميل رقم 1 لقطر. لماذا؟ لأن جاء أحد شيوخ قطر ودخل إلى ليبيا وأوقف في غريان. هذا الشيخ أعرفه وأعرف أبوه، الشيخ سلطان بن محمد بن سعود العبد الرحمن بن جاسم الثاني، ونعرف والده رحمه الله الشيخ محمد بن سعود العبد الرحمن بن جاسم الثاني، وهم الشيوخ المنطقة الجنوبية الشيخ لوكير. وعلى العموم الشيوخ لوكير من آل ثاني، ليسوا من آل العبد الله وآل الحمد اللي هم يحكموا في قطر، أي أنهم هم من آل ثاني ولكن ليسوا بيت السيادة، ولكن يظلوا من الأسرة الحاكمة. وأعرف الشيخ سلطان وإخوانه كلهم، وهم الذين كنت في ضيافتهم في أول زيارة لي لأني عرفتهم في الولايات المتحدة الأمريكية. جاءني بصفتي نائب رئيس لجنة الأمن القومي بأن أحد شيوخ دولة قطر ومعه 2 مرافقين أوقفوا في بوابة غريان ثم أودعوا فندق غريان. الرجل داخل بجواز سفر دبلوماسي وبطريقة شرعية وهو جايب تأشيرة من سفارتنا في الدوحة. هم في بلادهم لا يأخذون تصريحات لكي يصطادوا، جاي يتقرص يبي يقرص عبارة في الهرير قدام غريان. ففوجئت بأنه
يطلب لقيوا عنده GPS وبعض أدوات اللاسلكي اللي يستخدموا فيهن الخليجيين ليعرفوا مكان الحبايب. بات هذيك الليلة في التوقيف المحترم فيها، ثم ثاني يوم اتصل بي. وعلى العموم يوميا أنا أواجه في مثل هذه المشاكل وأعرفها أهلها، وليس فضلا مني أني أعددها. اتصلت برئيس اللجنة المسؤول اللجنة الأمنية في غريان، واتصلت برئيس الاستخبارات، اتصلت برئيس الأركان لكي أعرف الواقعة، وبأن الرجل لم يتعدى أي قوانين ليبية. القانون الوحيد بأنه كان عليه أن يأخذ إذن، لأن قيل لي منذ أيام العقيد يمنع الصيد إلا بإذن خاص. فقلت لهم لازم تطلقوا صراحة وترجعوه لطرابلس، لأن حتعملنا مشكلة مع دولة شقيقة وصديقة، وهذه كنت حنعملها وسأعملها، وأنا مسؤول على ذلك، سواء مع قطر أو مع تونس أو مع المغرب أو مع الكويت أو مع العراق أو حتى مع إندونيسيا وماليزيا، لأن الأصول تقتضي ذلك. رفضوا في الهيئة العليا في غريان إلا أن يسلموه للهيئة العليا لطرابلس ليتأكدوا من أنه سلم. وفعلا ذهب وفد من الهيئة الأمنية العليا إلى غريان واستلموا الرجل، وجاء إلى طرابلس واستقبلته الهيئة الأمنية العليا، راجعوا أوراقه، رجعوا له محتوياتها، وجاء استلمات سفارته وذهبت السلام عليه بعد النطق صراحة، وتمنيت له كل توفيق، وقلت له أرجو أن لا تعتبر ما حصل هو شيء يمسكم أو شيء يخص، ولكن هذه قوانين الدولة. والحمد لله سافر راضيا وغادر إلى الدوحة، وأنا مسؤول على ذلك، لا لأني عميل قطر، وأنا لم أكن عميلا ولن أكون عميلا بإذن الله. وعلى الناس كلمة عميل كبيرة، وكلمة عميل لا تقال ليس لصالح جعودة فقط، لكل الناس الذين أمضوا حياتهم في خدمة بلادهم. وإن شاء الله إن شاء رب العالمين سنثبت على ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى. أريد أن أقول في هذا المجال لا يجوز على الإطلاق أن نتسرع في إطلاق الأحكام على الناس، أو أن نصف الناس بدون أن نعرف أو حتى نكلف أنفسنا من هم هؤلاء. ولكن نصحني الكثيرون، قالوا لي لا ترد، خلي اللي بيحكي يحكي، وبنغازي تعرفك وليبيا تعرفك، ولكن اهتمامي ليس لكي أبرئ نفسي، فأنا ولله الحمد ضميري مرتاح، واللي يهموني يعرف صالح جعودة، ولم أغير حتى الآن وأنا في المؤتمر الوطني وفي لجنة أمن قومي وفي لجنة استثمار خارجي، لا زلت على العهد الذي عاهدت به من أعطوني أصواتهم. ولكن أيضا أن لأي مراقب لما يرى الناس تتقلب على زعمائها وعلى قياداتها الوطنية والسياسية بهذه السرعة، تقييمنا عند المراقبين في العالم الآخر ستكون محصلته ليست في مصلحة ليبيا ولا في مصلحتنا جميعا. أريد أيضا أن أضيف بأن لا يمكن أبدا أن أرتضي للسيد شلقم أو لغيره، ولكن الحادثة جاءت معه، ليس الرجل لم أقابله في حياتي، وما بيني وبينه حتى انضمامه إلينا هو ما كان بيني وبين العقيد القذافي وأنصاره ورجاله ومسؤوليه، وبعد أن انضم إلينا ما بيني وبينه إلا ما بيني وبين وجهة نظري فيهم هي وجهة نظري من كل المنشقين، أي بمعنى سنحتفظ لهم بموقفهم معنا في ثورة فبراير، وبأنهم لله الحمد خير الخطائين التوابين، وأنهم رجعوا إلى حظيرة شعبهم، وهذا شيء